لو تصير شمسنا هذه سواد، لو تكون أرضنا كوم رماد، لو أخاف شعبنا تحت الزناد، لو يظنوا أننا جمع وباد، قسمان قسمان قسما يلقوننا في كل واد، حينها ستعتلي رايات تلك رايات الجهاد. اهلا بيكم في حلقه جديده. خليني اقول لك حاجه لو سمعتها في فيلم هتقول اكيد دي مبالغه. شاب عنده 17 سنه يقود جيش ويفتح بلاد ويغير مصير شعب، وبعدها بسنتين يموت مكسور مذلول متأيد بالسلاسل، مش عشان خان او انهزم، لكن عشان السياسه قررت انها تتخلص منه. النهارده احنا مش بنحكي عن فتح ولا سيوف ولا حتى خرائط، النهارده بنحكي عن واحد من اصغر القاده العسكريين في التاريخ الاسلامي. قصتنا عن محمد بن القاسم الثقفي، الولد اللي سبق سنه ودفع ثمن ده بعمره. محمد اتولد سنه 695 ميلاديا في الطائف، ومن الاسم تعرف القصه. ثقفي يعني حزم، يعني قسوة، يعني دم، يعني سياسة. عيلته هي عيلة الحجاج ابن يوسف الثقفي، أقوى رجل في الدولة الأموية وأكثرهم رعبا، صاحب مقولة إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت خطافها. وخلينا عارفين ان الحجاج ما كانش بيربي اطفال، كان بيربي رجاله حرب. محمد اتربى على الطاعه وعلى الانضباط، وان الخطا ملوش فرصه تانية. بس الغريب انه ما طلعش نسخه من الحجاج بالظبط، طلع اهدى وارحم واذكى. وهو لسه مراهق محمد كان حافظ وفاهم وبيفهم السياسه اكتر من ناس اكبر منه. الحجاج شاف فيه حاجه مختلفه، مش بس شجاعه، لكن تقدر تقول في حكمه من بدري كده. وفي لحظه الدوله الامويه قررت انها تعمل حركه مجنونه، تبعت شاب لسه ما كملش 18 سنه يفتح اقليم مكون من الهند وباكستان في الوقت الحالي، عشان كان في تمرد، قرصنه، اهانه للمسلمين، والقرار كان يا ينجح يا يختفي. محمد خرج بجيش عدده قليل وعدته محدوده والمسافة مهولة، بس كان عنده حاجة أهم من العدد ده كله: وضوح الهدف. مش داخل عشان يخرب ولا ينهب، دخل ينظم ويحكم. كان بيقول نحن قوم نحكم بالعدل قبل السيف، وده في ارض عمرها ما شافت فاتح بالفكر ده على فكره. وهنا محمد كسر الصوره النمطيه دي، اللي هو ممكن نقول كده فاتح بس انساني. ما اجبرش حد على الاسلام واحترم المعابد، خلى القضاة المحليين وخفف الضرائب. كان شايف ان القهر بيخلق ثورات، لكن العدل بيخلق ولاء، وده خلى ناس كتير تدخل الاسلام باقتناع. يعني الولد الصغير كان بيفهم سياسه اكتر من دولة كاملة. محمد نجح بسرعة، فتح وانتصر وثبت الحكم، وده في السياسة اسمه خطر. ليه؟ عشان شاب ناجح محبوب وقريب من الحجاج، يعني قنبله ماشيه على رجلين. ولما الحجاج مات المظله وقعت، الخليفه اتغير وجت حسابات جديده مختلفه، ومحمد اتشال واتقبض عليه من غير اي تهمه، اتربط واتسحل واتسجن. الولد اللي فتح بلاد بقى متهم، لا دفاع ولا محكمه ولا انصاف. بالبلدي كده السياسه قالت نخلص منه. محمد مات سنه 715 ميلاديا وكان عنده حوالي 20 سنه. مات من القهر، من التعذيب، من الخذلان، مش في قلب معركه لكن في قلب السجن. واكتر حاجه كانت بتوجع ان الارض اللي فتحها كانت بتذكره بالخير على عكس الدوله اللي اتولد فيها. محمد بن القاسم قصه بتوجع، لانه ما خانش، ما ظلمش، ما تمردش، لكنه كان انجح من اللازم في وقت ومكان غلط. البطوله مش دايما مكافئتها مجد، والسياسه ممكن تقتل من غير سيف. السؤال الحقيقي: كان محمد بن القاسم اتكسر عشان ما عرفش يلعب بالسياسه؟ وامتى نتعلم ان النجاح لوحده مش كفايه؟ وبس كده تكون نهايه حلقه النهارده. سلام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.